السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. معلش أنا آسفة كتير ليكم لأني بعيدة بقالي فترة عن اليوتيوب، بس إن شاء الله المرحلة الجاية هكون معاكم على طول. أنا بس كنت بجهز محل كده في بيتي، جبت فيه خامات قطن العمرية، وبعد الخامات كمان اللي بنستخدمها مع الملايات. طبعا معايا الوردة الطايرة بألوانها اللي عندي، وعندي ساري، وادي كمان ده بقى السادة. الشغل طبعا عمرية. دي الوان مفتوحه بس كده حطها على جنب. هنا النجمه البيضاء والكحلي، والرسمتين دول مع بعض ممكن تدخلي معاهم برضك اللون اللي هو الموف بتنجاني. الرسمه دي ماكروفايبر بس انا حاطاها عشان بس تفصل الالوان عن بعضيها، بس رسمه حلوه. وطبعا دي برضك عمريه، والاثنين دول عمريه. وعندي الاثنين دول برضك معروفين رسمه يعني شغاله، انا بقالي من يوم ما اشتغلت بقيت انزل شغاله في الرسمه ديت على طول. حلوه ما شاء الله، جميله جدا. على دلوقتي موجود منها لوكس وموجود منها وسط. الوسط حلوه جدا دلوقتي، انا جايبه معظم الخامات انا جايباها وسط عشان السعر، لان الاسعار كلها رفعت جامد. وانا يلا بقى الحمد لله اشتريت في الغالي، وربنا يا رب يكرمنا. حتى لو نزلت الاسعار انا برضك معاكم، مش مشكله واحد يخسر، بس الاسعار تنزل عشان نعرف كلنا نعرف نشتغل. بصوا عندي 3 الوان كارو، لسه كمان هجيب بقيه الوان، هجيب الكافيه وهجيب الزيتوني. حلو قوي الكام لون دول. ده بورصه مقفول قطن، خامه ما شاء الله حلو. ممكن تعملي منها ملايات كلها كارو، وتدخلي معاها ساده حاجه بسيطه، او ممكن تبقى كارو بس. وطبعا المقلم ده وفي منه كمان كشمير، والرسمه الزيتي معاها اصفر، والرسمه دي جميله جدا، كلها رسومات عمريه قطن. طبعا القطن طبعا دايما مفضل جدا عن الخامات اللي هي الثري دي والماكرو فايبر، بس برضك لها غنى عن الثري دي والماكرو فايبر، بنشتغل فيهم برضك عشان خاطر الزبون. اما الاقطان دلوقتي الوسط مفيش منها مشاكل، بالنسبه مثلا ان الاقطان بتوبر وكده، لا لا ما تخافيش من الوبره. الوسط حلوه جدا مفيش منها وبره، ولا حد بيشتكي منها، وانا شغاله بقى لي فتره فيها. وكمان شغاله كمان في اللوكس. اللوكس عندي منه كذا لون، عندي منه ده، وعندي الرسمه دي، وعندي دي برضك، مع اني ما عندي منها في الوسط، بس هي كمان موجوده عندي، والرسمه دي موجوده منها في الوسط وموجود منها في اللوكس. والمقلم ده بدخله مع ده، او تخش معاها الزيتوني. ودي رسمه طبعا الرسمه المعتاده، هي موجوده دلوقتي منها الوسط. على فكره في منه بورصل مفتوح ومقفول، فعشان كده الناس بتفتكر ان اللوكس هو البورصل المقفول. دلوقتي لا، انا عندي اهو خامه هي الوسط، دي وسط كمان البورصل بتاعها مقفول. ودي كمان مقفول، كله مقفول يعني. الوسط عاد فيه مقفول ومفتوح، فاهم حاجه الخامه. الحمد لله انا بجيب لك اهم حاجه عندي ان انا امسك الخامه بايدي، وانها تكون كويسه حلوه شغاله. ما فيش اي منها شكوى، ما تكونش كمان لا بتخرفش ولا تكون مثلا خفيفه، او لا تكون حلوه وتحسي ان هي فعلا فيها القطن. دي اهم حاجه عندي. والحمد لله انا بشتري كل خاماتي كلها بنفسي، وبروح اجيب بنفسي، ما بشحنش مثلا توب كده من عند التاجر وخلاص، لا لازم اروح اشوفه وبعد كده اشحنه. دي بقى حاجه انا فيها، حتى وانا بشتغل بالمتر حتى كنت برضك بجيب حاجتي بنفسي، بحب التعب لنفسي. الرسمه دي كمان منها 3 الوان حلوه خالص، منها هي بصي نفس الزيتوني والبيج، ومنها كمان هناك اهيت اللي هي على لبني. وطبعا البوكيه طبعا دي معروف، البوكيه ده رخم يعني، انا اشتغلت فيه كمان. والرسمه ديت هندي، بنقول عليها هندي بس هي رسمه مميزه. دي اللوكس. هي برضك بص اللوكس ما عادش دلوقتي تعرف اللوكس بالبورس المقفول ومفتوح، لان برضك الخامات الوسط فيها بورس المقفول، فعايزين واحنا عارفين حاجه زي كده عشان ما يضحكش في ناس بتضحك عليها بسبب البورس المقفول والمفتوح. طبعا عندي الخامه اللي عندي الوسط، هي خامه جميله جدا قطن. المتر بتاعها ب80، واللي هي الخامه اللوكس ب90. رفع خالص والله. وانا يعني الحمد لله انا شاريه كل القماش بتاعي اللي موجود في المحل كله بالغالي، والله ربنا يعني لسه شاريه قريب يا دوبك، بس كنت بجهز فيه. وطبعا دي الوان كمان اهيت. طبعا دي معروفه الرسمه الهلال ديت، عندي منها عندي 3 حاجات اطفال كده هلال، ودي كمان اهيت مع اللبني او مع الرصاصي، برضك رسمه مميزه اشتغلت انا فيها كتير. الرسمات الهندسيه دي كمان حلوه. الرسمه هي اللي بقول لكم عليها اللي هي اخت الزيتوني كده، عندي منها 3 الوان. ودي كمان هي دي الوسط، زي اللوكس اللي انا وريتها لكم في الاول. وطبعا كمان في كمان الساري، يعني مثلا اللي بيحتاج مثلا التول، قصدي اللي هو الهندي ابو لولي، متوفر عندي كمان اهوت. طبعا ده مع الكافيه. وبرضك متوفر عندي الجوجرات، ان هتاخدي حاجتك كلها من عندي الحمد لله ان شاء الله، يعني يعتبر يعني هيبقوا كاملين. والرسمه النخله دي رسمه مميزه برضك. وادي التول برضك التول اللي هو الرصاصي، اكتر الالوان شغاله في التول، الكافيه والرصاصي والبيبي بلو والكشمير، ما شاء الله الالوان دي كلها شغاله حلوه قوي فيهم. مشهور دول كده عشان تشوفوا بس الالوان.
الرسمه هي النخله دي بتمشي معاها الكافيه، ويمشي معاها الرصاصي. وكمان الرسمه ديت الوحيده ديت اللي هي الواقفه دي، الورده الواقفه ديت ماكرو فايبر، عجبتني فجبتها. يعني انا جايبه 3 رسومات بس ماكرو فايبر، والرسمه دي عندي اهيت موجوده منها في القطن وموجود منها في الماكرو فايبر. بصوا اهو التشكيل اهو. انا ان شاء الله انا موجوده في الزقازيق شرقيه. وطبعا الناس اللي هي قريبه من الزقازيق او من الزقازيق نفسها او من اجوار الزقازيق، فاقوس، ابو كبير، هي انا موجوده يعتبر مثلا على قريبه جدا جدا من الموقف الجديد. فطبعا انا مش فاتحه على طول المحل، انا مش فاتحاه، انا شغاله طبعا كل شغل اونلاين. بس اللي هيعوز يجي يشوف الحاجه بنفسه وياخد حاجته بنفسه مفيش مشكله خالص. هبعت لك اللوكيشن بتاع المكان اللي انا فيه. وانا يعتبر مثلا قريبه مثلا من الموقف الجديد خالص، يعني مش بعيد. ادي اهو التشكيل. وهوريكم كمان بقى وعندي كمان يا بنات كمان شنطه التغليف. بصوا شنطه التغليف دي اهي. دي لها حشو، بتحطي فيها طقم السرير برضك، بيبقى حلو جدا. لها حشو بسوسته، بتبقى حلوه ومميزه ان هي بتبقى الطقم عليها زي ما انتم شايفين بالحشو، بيبقى حلو او كانك حاطاه في كرتونه، بيبقى شكله حلو. وعندي طبعا بقى كراتين، بس الكراتين افضلها ان اللي هيجي يبقى ياخدها بنفسه بقى، يا اما هتاخد مثلا كميه بحيث ان هي ما تتنيش. في بقى كمان اهي شنطه التغليف دي 40 في 60، وعندي كمان 50 في 60 شنطه تقيله. وعندي شنطه الكتاب اهي، دي شنطه الكتاب. عندي منها مقاسين. وعندي طبعا دي الشنطه اللي انا قلتها لكم دلوقتي اللي هي بارتفاع. وطبعا بقى لها حشو، وديت الكراتين بالحشو بتاعها. وبصوا بقى ده اللون اللي قلت لكم عليه دلوقتي. بصوا دي ميكرو فايبر، عجبتني قوي. عاملاها بقى كوفرتا العميله اهيت، كوفرتا كابوتينيه. متاح برضك لو حد عايز مني قماش وعايز يعمل كوفرتات، متاح ان انا اعملها لكم كوفرتات. بصوا الكوفرتا ما شاء الله مدخله معاها مع لون الكشمير، وبتدخل معاها كمان انا كنت مفصله منها طقم اللي يتابعني على الصفحه بتاعتي الجروب بتاع ولاء يوسف. مفروشات او مفروشات ولاء يوسف على الفيسبوك، هتلاقيني مفصلاه ومنزلاه مع الكشمير بقى، يعني مع ده مع الكشمير. اما التاني مع البادي روز، لون الورده اللي موجوده ديت. بصوا اهو مع الكشمير. هو طبعا الكشمير جاي في الصوره فاتح، لكن هو حلو اهو. بصوا هو كده لون الطبيعه الجميل ده كده. بقى اخر حاجه في المحل، انا طبعا صورت لكم حاجه يعني حاجه فيه. ده طبعا موجود بقى المجسمات الوانها واللي هو القط. طبعا ده بيتعمل منه اطقم اطفال، بيدخليه معاه الكروم، بيبقى حلو قوي. والارنوب بيبقى حلو جدا. اللي هيتابعنا على الصفحه، وعندي انزل لكم لينك التليجرام اللي بنزل عليه الخامات، وفي واتس كمان لينك واتس للمتابعه عليه. بنزل عليه كل حاجه اول باول، بس التليجرام بيبقى عليه بقى الحاجه محفوظه الصور. اما الواتس انتوا عارفين لو حد لسه داخل جديد ما بيبقاش فيه الصور على طول. وعندي كمان خيوط النجمه اللي هيحتاج خيوط طبعا. يعني انا عايزه بقدر الامكان اوفر على البنات اللي بتبقى بتشحن، انها يعني بقدر الامكان تاخد حاجتها كلها من عندي. انا ما عنديش 3 دي، بس عادي في محل بعد مني يعني بركب له كده مواصله يعني بسيطه، بحيث ان انا اجيب لك لو احتجتي 3 دي بجيبها لك من عنده، حتى لو قطعي بس بكمل لك شغلك من عندي. بحاول اوفر بقدر الامكان يا بنات اللي هي اماكن بعيده. اما مكان قريب لا، حاجتها تيجي تاخدها بنفسها، يا اما تبقى تاخد بس الشغل الموجود عندي. انا بتكلم على البنات اللي هم طبعا الاقصر واسيوط وقنا والمنيا، دول بصراحه يعني هم اللي بيصعبوا عليا في الشحن. بقدر الامكان انا بحاول اساعدهم. وحتى والله انا حتى فتحت المشروع بتاع القماش والحاجات دي كلها، ان هم كتير قوي طلبوا مني ان انا اوفر لهم الخامات. فالحمد لله ربنا ييسر لي امري ووفرت اهوت الخامات. بس طبعا انا شغلي اكتر حاجه العمليه، قطن العمليه اشتغلي فيه وانت مطمنه والله، والزبائن بتاعته حلوه وحاجه نظيفه. بجد قماش قطن وحاجه حلوه. سيبك انت من القماش اللي هو المخلوط، اشتغلي في حاجه حلوه عادي. كمان انا عندي عياشي وعندي قطن عمريه ساده وعندي عياشي. العياشي طبعا بصوا العياشي على فكره خامته كمان عندي تقيله وجميله جدا وناعمه. بصوا انا جايبه برضك الوان عياشي، يعني اللون ده عياشي وده عياشي. لا ده قطن، ده قطن برضك. يعني انا عندي وده عياشي. في الوان جايباها عياشي غوامق. وكمان الكشمير كمان. فطبعا لما تيجي تتحاسبي على العياشي لوحده او القطن لوحده. يعني بحاول بقدر الامكان. عندي العياشي خامته ناعمه جدا، ما تفرقهاش عن القطن. هي قطن برضك يعني ملمسها قطن، يعني ناعم وقطن. وطريه كمان. على فكره الزبون ممكن يحبها اكتر كمان من القطن نفسه، لان هو ناعم وطري.
فده يبقى حلو قوي قوي في الاطقم الساده. فهيبقى متاح عندي العياشي اللي هو الشعيرات، خامه حلوه جدا عامله زي طريه كده، اطرى خالص طبعا من القماش القط، واتقل كمان عشان نبقى مع بعض كده صريحين. وعندي طبعا الوان القطن كمان، يعني انا عندي الاثنين في الساده، عندي العياشي وعندي القطن. وطبعا زي ما قلت لكم عندي العمريه اهي، دي كله عمريه، هم بس كام رسمه هيبقوا ماكرو فايبر، الرسومات اللي تكون مميزه وتكون خامتها انا مجرباها وواثقه فيها، بس ده اللي انا هقدر اقوله واجيبه. طبعا بوريكم اهو بقى الجبلات اللي هي بتحتاجيها كمان في الشغل. دي كمان بتعمل من اطقم ساده، هبقى يعني اللي متابع معايا على التليجرام، اللي هيدخل عندي على التليجرام هيلاقي اطقم متفصله من الساده بالحاجات ديت. ادي التاج منه ابيض ومنه ذهبي، وفي كمان تاج اهوت فضي، وفي اطقم كمان موجوده على التليجرام متفصله بنفس الحاجات دي. وده كمان هتلاقوه كمان على التليجرام، او هتلاقوه كمان موجود في الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب. وطقم الورده ده مع التورشون تحفه جدا، هتلاقوه كمان على التليجرام. وطبعا عندي جوجرات ممكن اسبخها بندخلها مع الساده عشان نوفر حتى في الكرانيش والكلام ده. وده كمان ليه اطقم كمان ساده، انا عندي تشكيله حلوه الحمد لله. وده كان بيدخل مع طقم ساده اللي هو الفيروزي مع الاوف وايت، بيبقى تحفه. اما بقى ده طقم ده جوبيه تطريز، منه النوع ده ومنه ده، بيبقى بس في فرق في الخامه والسعر. وعندي طبعا بقى الجوبرات اهيت بكل الوانها، عندي جوبرات بالوانها كلها. وزي ما قلت لكم طبعا الخيط الاوفر موجود والخيط الابيض موجود، لو الوان بردك موجود. والترشون رفيع واعرض موجود بالمتر طبعا. ودي كمان الدوائر دي بتعمل اطقم ساده، هتلاقوها موجوده على التليجرام طبعا. وايه كمان، وطبعا بقى ده الجوبير المستورد منه موجود طقم موجود معمول ساده مع الجوبير العرضيه، طقم جميل جدا بيتباع بالمتر. معظم الحاجه اللي عندي لها حاجات متفصله وموديل متفصل، بحيث انك تعرضي بيها البنات اللي شغاله على الصفحه، بتاخد الصوره تعرضها، واللي بتطلب منها تطلبه مننا، بنوفر عليكم بقدر الامكان. وكمان الحاجات الصغيره المجسمات دي لها كمان طقم معمول مع كارو وساده حلو جدا اطفال. والجبرات الجميله دي كمان اهيت، الحمد لله تشكيله حلوه خالص. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا طبعا بعدت عنكم جامد عن الشرح وكده، بس ان شاء الله انتظروا مني كل جديد باذن الله. باذن الله الفتره الجايه هحاول اعمل لكم شرح. والبنات اللي لسه مستجده عايز تعرف الامطار وعايز تعرف طريقه القص، ممكن تبقى تتواصلي معايا وتجيلي المكان بتاعي اعلمك طريقه القص بتاعت الملايه ازاي. ربنا ييسرها ان شاء الله ونكون عونا لبعض باذن الله يعني. وبعد العيد ان شاء الله هحاول افتح مجال ان انا اعمل لكم كورسات المبتدئات. تقولي ان شاء الله المكان بتاعي ونعمل كورسات، بس هيبقى بعد العيد بقى، لان احنا داخلين ان شاء الله على الموسم، كل سنه وانتم طيبين، موسم رمضان. فانا هحاول كمان يعني حتى شغل الخياطه هحاول اقلله شويه في رمضان، بحيث ان احنا بقى نفضل صيامنا وصلاتنا والعباده، ما نشغلش نفسنا في الشغل والكلام ده. بس شغلي معظمها بس بيع بس اونلاين الخامات. ولو عايزه تيجي المحل تيجي الاماكن القريبه مني، مش هيكلفها يعني توصيل وكده. فطبعا الحاجه اللي هتاخديها من عندي المجسمات اهي، الحاجه اللي هتاخديها من عندي تكوني متاكده انك انت اللي جبتيها وانت اللي شفتيها، مش هتاخدي حاجه من عندي تاجر لا اشتغل فيها ولا حاجه، انت بتاخدي حاجه من عند حد ثقه يعني خامات اشتغلتي فيها طبعا، واللي انا مش هرضاها لنفسي. وعندي كمان اساتك، وعندي كمان القطان، والاساتك دي ان شاء الله هنطلعها لكم بالبيت عشان اوفر عليكم. وعندي القطان ده كمان وكمان بقى اللي هو الجوبير الترند، طبعا معظمكم اكيد شفتوه على النت. عندي كمان بتفصل منه اطقم طبعا على التليجرام هتلاقي كل حاجه موجوده بتفصيلها. ومنه اهو البنك ده جاب مبيعات كتير جدا. ومنه كمان اللي هو بقى القعر ده اللي هو الطقم البطيخي، طبعا هو مش جاي هنا بطيخي بس حلو خالص. وفي كمان طقم اللي هو البترولي، بس طبعا اللون خلص بس انا بصبغه. الحمد لله يعني عندي تشكيله حلوه جدا. حتى كمان شغل الهاند ميد اللي هو التطريز اللي هو التريكو ده عندي كمان منه اهوت كشمير ولبني وزيتوني. في طقم انا عملته بالساده مع الورود دي مع الجوبير ده، كان طقم حلو جدا بسيط وكان مش مكلف قوي وحلو. انا عايزه بس اوريكم كمان الفرق بين الجوبيره دي اهي، بصوا التطريز ده اهو وتطريز ده اهو، بس على فكره الاتنين شغالين، بس في فرق سعر جامد بين ده وده، على فكره ممكن يكون حوالي 100 جنيه بين التطريز ده والتطريز ده. فبحاول بقدر الامكان نجيب الحاجه بدك تكون موفره معانا شويه.
كده خلاص هنهي معاكم الفيديو يا بنات، بس دعواتكم بقى ليا بالتوفيق، وربنا ييسر لي الحال كده واستمر في الشغل بتاع القماش، لانه هو بصراحه متعب جدا، وانا لوحدي اصلا يعني. بس انا عاملاه ايه، يعتبر هو في بيتي ومش في حاجه يعني. الحمد لله انا اقترحت على البنات اللي معايا في الجروب ان انا مثلا اخد مكان او كده. بصراحه الاقتراح بتاعهم ان انا عندي المحل زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحته حلوه يعني، مش صغير، مساحته كبيره وكويس. فانا بصراحه فعلا الواحد يفتح في بيته بحيث ان انا اكون موجوده في بيتي برضك، واشوف شغلي اللي هو شغل الخياطه. وبكده كمان لو انا كمان بعد العيد ان شاء الله عملت اللي هو الكورسات للبنات، هيبقى كمان في بيتي كمان مع الشغل دوت يعني. اللي هتيجي هتشوف الخامات بنفسها، وهعرفها كل خامه، هعرفها ايه هو القطن كلوكس، وهعرفها القطن الوسط، وهعرفها كمان الخامه اللي تبقى اقل من الوسط هي بتبقى خفيفه شويه، وهعرفها كمان الماكرو فايبر والثري دي اللي ما تعرفش الثري دي من الماكرو فايبر، وعندي البركال كمان، وطبعا الساده العياشي من الساده القطن. في حاجات خامات كتير بس مش هتعرفي تعرفيها الا لما تشوفيها بعينك. فعشان كده ان شاء الله بقدر الامكان هحاول اللي هتبقى بقى تجيلي بنفسها هتشوف الخامات هتشوف الخامات بعينيها وملمسها، تعرف الملمس ازاي وتعرف القطن ازاي. وبقدر الامكان اللي يعني يكون لسه مستجده وعايز تعرف امطار الطقم وعايزه تعرف تقص ازاي، ربنا ييسر لي الحال كده واعرف اوريها. وكمان طريقه الشق يا بنات، انا كنت نزلت لكم عن طريقه الشق في اللي هو الخامات اللي هي المخلوط، طبعا عياشي او مصريه. في اي طقم اطفال او كبير بتقص 2 متر ونص، وبتشقي منهم كرانيشك بتاعه الخداديات والملايه نفسها، واللي يفضل منها تعملي منها مخدات والخداديات اللي يفضل يعني. اهم حاجه انك تمشي نفسك، فاللي هتيجي هعرفها ازاي تشق 2 متر ونص. يعني اهم حاجه الاساسي بتاعك في الساده في الطقم الكرانيش هتدي 2 متر ونص، سواء بقى تاخديهم عياشي. اما القطن مش هتشقيه، القماش القطن مش هتشقيه، انا بتكلم على عياشي والمصريه هتدي 2 متر ونص مع الكبير او مع الاطفال، دول هيكونوا اساسي. والمنقوش في الكبير هيبقى 3 متر ونص، وفي الاطفال 5 متر ونص، لان طقم الاطفال بياخد 7 متر ونص، اما الكبير بياخد 6 متر. عامه يعني ديت ايه شغل الكرنيش. اما لو في حاجه زياده في المقاس بتزودي نص متر، لو في زياده في المقاس، لو المقاس زياده عن 160 او 170. بصوا اهو ما شاء الله التشكيل اهو. بنهي معاكم بقى، انا طبعا قلت لكم هني بس انا عايزه اقول كلمتين. طبعا انا شغلي هيبقى معظمه اونلاين، وعايزه بس تطمنوا، لان هو فعلا شغل الاونلاين فيه غش كتير، سواء في اللي بيبيع حتى اطقم متفصله او حتى اللي بيبيع قماش. اللي بيبيع الحاجه على الاونلاين في ناس ما عندهاش ضمير، في ناس بتعرض شغل ناس تانية وبتعرض ما بتعرضش غير بشغل ناس تانية، ولما بتيجي تبيع للعميل بتبيع له حاجه تانية مختلفه خالص. فانا ارجوكم اللي يعرض حاجه تكون بتاعتي، يا اما هيقدر ينفذها. انا عارفه ان في ناس ما تقدرش تصور والكلام ده، بس تقدري تنفذيها وتطلعيها بنفس الفينش. مش هتقدري تطلعها بنفس الفينش، فبلاش، حرام ان الواحد يشوف حاجه بعينيه معموله بشغل عالي قوي ويجي يستلمها يلاقيها شغل اي كلام، لا حرام. فلازم نسلم الحاجه زي ما هم شافوها في الصوره، سواء الوان او خياطه. الالوان كمان يعني حاولوا بقدر الامكان ما تلعبوش في الالوان بتاعه الشغل. هي مثلا تتعرفيها، هي ممكن اللون يكون اغمق شويه يكون اقل شويه، لان طبعا الكاميرا دايما تجيب الفواتح ما بتظهرش. وايه كمان من الحاجات بدك اللي بقولها لكم كمان، واهتمي اهم حاجه بنات اللي بتشتغلوا لسه مبتدئات، اهتمي بالفينش بتاعك تشطيب، وبلاش تشتغلوا الكرانيش تسيبوها على الاوفر. اهم حاجه يكون في فينش، بحيث انك تعملي اوفر وتتنيها تاني، يا اما تشتغلي بدواسه البرم. والتغليف بتاعك كمان بيفرق جامد. يعني انا كنت منزله فيديو بعد ما غلفت اطقم، او مثلا ممكن تكون انا مش نزلتها على اليوتيوب، منزلها على الصفحه بتاعتي. انا بقالي فتره شغاله بس بصراحه ما كنتش غلفت خالص بالكراتين. فعلا شغل الكراتين انك تغلفي الطقم بعد ما تخلصيه بس تكوني كوياه وتغلفيه تغليف حلو في الكرتونه زي الجاهز، هيفرق معاكي جامد في السعر، بحيث ان اللي هياخد منك ما تيجي تقول له مثلا مبلغ اللي هو يستاهله الطقم هيدفعه هو مطمن ومستريح، لان هي الحاجه تستاهل. العروسه بتبقى عايزه الحاجه فعلا متغلفه في كرتونه، يا اما تغلفيها في الشنطه اللي زي دي، الشنطه اللي هي موجود فيها حشو، بيبقى برضك الطقم حلو جدا. واطقم الاطفال الفيلات موجود عندي شنط كتاب بتبقى حلوه كمان. وايه كمان كده خلاص بقى انا هقفل معاكم، عشان كل مره اقول هقفل يبقى في كلام تاني عايزه اقوله. طبعا ربنا يا رب يجعلها فتحة خير عليا، وربنا بس ييسر لي امري في كل اموري.
واقدر الم اللي انا دفعته. انا بصراحه انا اشتريت مبلغ كبير باسعار غاليه خالص، بس ربنا ييسر لي امري ويعوضني خير. حتى لو الاسعار نزلت هنزل انا كمان، بحيث ان انا برضك ابقى قد الشغل بتاعي، ما يبقاش ايه اغلى من السوق. انا هعمل ايه يعني؟ انا اشتريت الحاجه بالغالي، لو الاسعار لسه هنزل غصب عني، وربنا يعوضني في اللي جاي يعني. انا اشتريت كميه فعلا كلها بسعر عالي، بس ان شاء الله خير وربنا ييسرها ان شاء الله، الاسعار تنزل وتثبت عشان نعرف نشتغل والكل يعرف يشتغل، لان في ناس كتير وقفت شغلها بسبب الغلاء. لان هو غلاء طبعا. انا اشتريت، انا بقالي فتره بشتغل، بس ما كنتش بجيب اتواب، كنت بجيب حاجات بسيطه اما اجي اكمل من بره. فلما لقيت الاسعار كل يوم بتعلى، كل يوم كل ما اروح اشتري حاجه الاقيها زادت 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه، فمن 10 ل 10 ل 10 بقوا 30 جنيه في كل متر قماش. فبصراحه كنت بشتري لاني خفت ان هو يزيد اكتر كمان، فاشتريت بقى. يعني انا قعدت فتره اقول هشتري. بقالي سنه، اول السنه اقول انا هشتري يعني، لا مش اول السنه بتاعت 2024، لا في 23 انا اشتغلت في الدفايات طبعا قماش، وقعدت اقول هجيب بقى قماش عمريه وهكمل شغلي، وبقى عندي بقى تشكيل كبير وكده. فطبعا شغل الدفايات شغلني وقلت بعد ما اخلص شغل الدفايات هبقى اجيب قماش. جيت على ما خلصت، طبعا شغل الدفايات لسه ما خلص، على ما جيت اقول خلاص لقيت الاسعار كلها نطت نطه واحده مره. يعني صعبه الاسعار بقت، بصوا بتطلع بطريقه غريبه، مش مثلا جنيه ولا اتنين، لا ده بتطلع خمسة ب10 مش عارفه ايه. طلع المتر بعد ما كان مثلا بحاجه و40، احنا جبناه بحاجه و70. شوف فرق جامد جامد في الجمله. لما يكون القماش يزيد عليكي 30 جنيه في المتر، 25 جنيه كتير قوي قوي. فطبعا كانت زياده فعلا مبالغه مبالغه مبالغه. ربنا ييسرها معانا جميعا ووفقنا. وهبقى انزل لكم بقى اللوكيشن بتاعي، هيبقى موجود على التليجرام، وكل صور الشغل انا اللي هي موجوده عندي منها قماش هنزل موجوده على التليجرام، هنزل لكم كمان. بس التليجرام هيبقى اسهل لكم. وطبعا عندي جروب واتس بنزل بردك عليه المتاح على طول كل شويه، بس عشان اختار لما بيكون حد جديد ما بيبقاش فيه الصور موجوده. فاحسن حاجه لكم التليجرام، وهيبقى عليه اللوكيشن، وهنزل لكم بردك التفاصيل في صندوق الوصف. وخلاص بقى اقول سلام. اهم حاجه اقول لكم بس اول كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، ربنا يجعلها ايام خير علينا ان شاء الله بالنسبه للشهر الفضيل رمضان. وهو طبعا موسم اعياد، وكان عندنا كان موسم عيد الام، بس هو السوق نايم فعلا يا بنات، ما تشتقلقوا، هو السوق نايم على الكل. فان شاء الله ربنا هيسرها وهتفتح مع الكل باذن الله، وكل هيشتغل وكل هيعرف يشتغل. وكده يلا خلاص بقى، ما تنسونيش بلايك واشتراك وسبسكرايب. انا نسيت الحاجات دي كلها بقالي كتير ما صورتش. لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناه ويدعمني، يدعم ولاء يوسف. وان شاء الله بقدر الامكان هحاول انزل لكم ان شاء الله شرح للاطقم متفصله. وزي ما قلت لكم هعمل لكم كورسات، واللي هتبقى قريبه مني وحابه تيجي وما تعرفش طريقه القص في الطقم هوريها. ان شاء الله هنكون عاونا لبعض باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.